سادتي سادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الأمسية الكروية التاريخية التي يحتضنها استاد القاهرة، حيث نلتقي معا وأحداث لقاء السحاب الذي يجمع بين الأهلي نادي القرن في القارة السمراء إفريقيا، وريال مدريد بطل أسبانيا ونادي القرن في القارة العجوز أوروبا. ماتش النهارده يدخل تحت بند لقاء الناس الكبار. حظ طيب لاصحاب الزي الاحمر في لقاء الصعب النهارده، والتمنيات لحضراتكم بقضاء وقت ممتع ومشاهده مباراه طيبه. التشكيل والارقام: هيبتدي مانويل خوزيه مدرب النادي الاهلي البرتغالي بعصام الحضري لحراسه المرمى، واربعه في خط الظهر: أشرف أمين صاحب القميص رقم 2، شادي محمد القميص رقم 7، وائل جمعة في أول ظهور ليه مع النادي الأهلي بعد انتقاله من محلة 23، وسعيد عبد العزيز برضه من محلة بس الموسم اللي فات رقم 3. اثنين ارتكاز في خط الوسط: هادي خشبة كابتن تيم الأهلي النهارده، والله مرت الأيام يا هادي، بين كابتن النادي الأهلي صاحب القميص رقم 20، واللي في الصورة قصادكم حسام غالي نجم الشباب وصاحب القميص رقم 14. نتيم سيزار حارس مرمى، جيريمي الكاميروني رقم 15 في الجانب الايمن، وكارانكا بيلعب سنتراف جنب فرناندو ايرو صاحب القميص رقم 18، والنجم الكبير البرازيلي روبرتو كارلوس 3. وطبعا معروف بحلقته، وشفنا وائل جمعه حلق زي روبرتو كارلوس، على الله ما نتلخبطش بينهم. شايفين سمير كمونه في البدلاء، وفاروق وهشام حنفي. مطعم طبعا ريال مدريد بصحرة الكرة في هذا الجيل: زيزو وفيجو روبرتو كارلوس راؤول جونزاليز اللي سمعنا عنهم كثير على ارض استاد القاهرة النهارده، ومكمنمان والكابتن هيرو، والغندور يبتدي بصفارته، والنادي الاهلي بزيه الاحمر على شمالك، وريال مدريد بزيه الابيض على يمينك. وتمريرة مقطوعة راؤول جونزاليز في اول هجمة، اتقطعت من راؤول في اجيل الحكام في تاريخ الكرة المصرية. خروج أشرف أمين ونزول بعد 25 دقيقة أبو المجد مصطفى باليوبيل الذهبي 50 سنة. روبرتو كارلوس وصاروخ لكن برافو يا حضري، ومخطوفة تانية خط ما شاء الله. روبرتو كارلوس زي ما بقول لحضراتكم، روبرتو كارلوس عملوا له مولود هو في ساو باولو بالبرازيل، موسم 97 في لقاء ودي مع فرنسا جاب جول من مسافه 40 ياردة من فاول في فابيان بارتيز حارس المرمى مانشستر دلوقتي وفرنسا. اشوف الشوطه، وكان سرعتها 288 كيلو في الساعه، اللي فاتت دي 150 كيلو. وادي سافيو يحاول لكن بتخطئ، وراؤول جونزاليز لكن بياخدها. برافو دفاع النادي الاهلي شادي، بيعيدها لنا محمد ناصر، وقفها روبرتو كارلوس والقدم اليسرى، ولكن يتألق في هذه اللقطة عصام الحضري أحبائي الكرام، ومكاليلي لفيجو، روبرتو كارلوس لجونزاليز لسافيو، وسافيو كرة عرضية زين الدين زيدان يعديه، وفيجو تعديه، وبيلعبها بالعرض، وقطع حلو قوي زين الدين زيدان، وبيحط لكن تعدي. الاوت روبرتو كارلوس. الفريقان يبحثان عن هدف المبادرة احبائي الكرام، ورمي التماس فاضي خالص. سافيو يا سلام يا عصام يا حاضر، امتياز مع مرتبة الشرف. ناحية اليمين بيحاول يفوت خالد بيبو القميص رقم 9، بيزودها شوية خالد. طيب طاهر ابو زيد، ايمن شوقي، محمد رمضان، حسام حسن، وهو فعلا هداف الاهلي في السنين الاخيرة. سيزار وعلاء ابراهيم فكرنا بماتش المحل على طول. هل يا ترى في نفس المرمى علاء ابراهيم، سابوها لسعيد عبد العزيز، اتشاطت ترجع تاني لعلاء، حطها بقى علاء ابراهيم، الخداع ولف، لكن التمريره تروح لابو مسلم. يا سلام تام كويس رقص، لكن دي طبعا هو فات حلو قوي يا جاكين، ترقيصه حلوه قوي لجيريمي زين الدين زيدان، اللعيب اللي بيرقص ده ليه تقل لو رقص في توقيت سليم. جونزاليز راؤول جونزاليز هداف بطولة أوروبا، وتأخذ والقدم اليمنى، لكن القائم الأيسر يتعاطف مع عصام الحضري،
وكاد أن يفعلها روبرتو كارلوس أحبائي الكرام في الدقيقة 38، لكن القائم الأيسر يتعاطف مع عصام الحضري يقول له أنت عامل ماتش حلو قوي، أشيل عنك أنا الكرة دي. يعني أحمد ناجي بيمرن عصام الحضري، والقايم الشمال النهارده بيتعاطف مع عصام الحضري، ولكن أول مرة نشوف روبرتو كارلوس متحرك. شوف راح فين وعملها له زين الدين زيدان إزاي بالسنس الكروي الجميل والقدم اليمنى والقائم الأيسر. اخطر واحد زي ما قلت لحضراتكم بعد راؤول جونزاليز بين بطلين لكل منهما شخصيته المتميزه في عالم الكره وفي بلاده. علاء ابراهيم اقترب من منطقه بيبو. حلوه الفكره، التنفيذ واحد، لكن كره جميله جدا من علاء ابراهيم، وتحرك خالد بيبو برشاقه يحسد عليها، واخذ وتمركز في الجانب الايمن ورا روبرتو كارلوس، والتسديده من زاويه صعبه، ولكن الناشنكا مش مظبوط. فالتعالفوا الشكل حلو والاهات طلعت، لكن الكوره بره، وما زال التعادل السلبي هو سيد الموقف. داخلين على الدقيقه 40. الاداء فرق بين الاثنين مدربين. بيسانتي ديل بوسكي مش راضي عن اداء ريال مدريد، ومانويل جوزيه والكتيبه العمل بتاعته على عبد الصادق. بيبو، خالد بيبو بيمشي بكرة حلوة قوي. خالد بيبو العلاء، وبيشوط علاء اثبات الوجود، لكن سيزار 30 سنة. فارض الحكم جمال غندور، والتعادل السلبي احبائي الكرام. ماشي النادي الاهلي كويس لغايه دلوقتي. بالنسبه لريال مدريد الاداء ما هواش الممتع قوي. نتمنى ان احنا احبائي الكرام نشوف الشوط الثاني اداء مقنع. احداث الشوط الثاني بين النادي الاهلي وريال مدريد بمناسبة تكريم النادي الأهلي بحصوله على نادي القرن الإفريقي. صاحب القميص رقم 15 بيسانتي ما غيرش، بيلعبها المكاليلي. واو يا راجل يا علاء، ده انت جات لك فرصة العمر. سيزار اتصرف غلط، تقدر تحطها أحسن من كده، لأن المسافة كانت ضيقة بينه وأما نشوفها، ولحقها قبل سيزار. علاء بيحطها في زاويه مختومه بالشمع الاحمر زي ما انا بقول. بيسنتي مهاجم النادي الاهلي، يا سلام، ادي خالد بيبو جاله الموقف حلو، وانفراد يحط وراح رئيسه حلوه ورجع ورا يا راجل. هوبا جول صنداي يعطي الاذن لقدمه اليسرى لتظهر في الاضواء. 12 شقلبه في الهواء، تشقلب يا عم، ويكافئ مانويل جوزيه في اول لقطه ولا ثاني لقطه. ساندي يتالق، بس اتلعبت له حلوه، مفيش انانيه، وجول جميل يحمل توقيع الوافد الجديد ساندي اللي النادي الاهلي كان مسجله السنه اللي فاتت مع روبرتو كاروي، لكن ما كان عشان ظروف الاجانب ما قدرش انه عدد الاجانب. السنه دي بيعتمد عليه مانويل جوزيه. جول جميل، ويضع النادي الاهلي في المقدمه، وتحمر المدرجات. يا سلام يا حسام يا غالي يا ابني، لعيب وانت غالي، حسام غالي وانت غالي، ونجم كبير قوي حسام غالي يتألق ويتجمل، ودخل بورة اهتمام مختار وديكس السنة اللي فاتت، والسنة دي ودع مرحلة المراهقة الكروية مع شوقي غريب، ودخل مرحلة النجومية حسام غالي. رأس ترقيصة حلوة قوي، وبفكر وحس عالي جدا حسام غالي ابن بيعلى، ويحطها لهدية تمريرة شرعية 100%. هات جول وتصيط يا صندي، وإخراج حسام غالي. الآلافات تكسب الملايين. روبرتو كارلوس هات وخد حلوة مع زين الدين زيدان وراؤول جونزاليز بحس كروي جميل لأنه ما يقدرش يجيبها. فيسنتي طبعا مهنة البحث عن الاحتراف، تقول لي ماتش حبي، تقول لي ماتش رسمي. المكسب حلو، وادي علاء ابراهيم وهذا يفعلها. يا سلام، حظك وحش يا ابني. جول هتبقى جول جميل وشوطه حلوه روعه في الاداء. يتالق لاعبي النادي الاهلي، وها هو مانويل جوزيه يستخرج شهاده الاقناع في اول مباراه لها في القاهره. البرتغالي مانويل جوزيه كرة، لكن ابو المجد
مجدي مصطفى، يتألق ابو المجد في هذه اللقطه ويفوت كويس قوي، وخالد بيبو طبعا عادل لسه ما خدناش على الستايل بتاعه صاحب القميص رقم 12 او اللي نزل بديل في الشوط الثاني هو صندي جاب جول وعلاء ابراهيم يفوت. يلا علاء حط، يا سلام تمريره عرضيه لخالد بيبو، يا حظك يا خالد يا بيبو، يا سلام عملها فن ايه وحرفنه ايه ومخ ايه، عمل كل حاجه في الكوره. واول مره يتالق علاء ابراهيم ويبعد الانانيه. عاوز اقول لحضراتكم فات كويس جدا جدا من هلجيرة، ولعبها لخالد حطها مليمترات يتزحزح القايم الشمال والله مظبوطه، لكن تروح لصندي لسعيد. يا سلام يا سعيد، اعاد اكتشاف نفسه سعيد. هادي خشبه مايسترو وكابتن النادي الاهلي، ويلعب كره طويله مش ممكن. يا على حظك النهارده، تاني واحده بس دي مش ممكن، اتلعبت 10 على 10 من هادي خشبه، مش ممكن، ضرب دفاع ريال مدريد كله مش ممكن. يا الكوره دي، ويا بختك يا سيزار يا سيدي، يا بختك يا حظك داخله تتهادى وتعارض السلاك، وكنا هنقول هاتها من الشبكه يا سيزار، لكن حظه. ثاني واحده خالد يا بيبو، الاولانيه اللي صلحها له علاء ابراهيم، والثانيه اللي جت في العارضه دلوقتي مش ممكن. يا حطها ايه، حطها زي ما هو عايز، حلو. شوف بقى الحظ، شوف الصد رده يا على الكوره واللي فيها. مكاليلي وبيلعبها على طول تاني، هوبا هو انت عايزك على طول. يا اوعى دي الحمد لله. ضاعت من مين مش ممكن. gonzalez رجعها بالعرض ويضيع جول، مش ممكن. يا كوره ويا مصر ابيض، صاروخ يلعبها من فين في السماء. يا على حلاوتها واللي حصل، لكن عمل ماتش حلو. ادي يا ولد نفس الطريقه اللي بيلعب بيها كان في كاس العالم للشباب، بيخترق من الخلف وجاب جون طبعا لما عملها من ورا حارس المرمى ولف وخدها وجاب جون جميل جدا. يا ولد لاعب بقى كام مباراه دوليه، مش ممكن. ده نادي ريال ايه ده، نادي ريال الاهلي هيلحقها. وائل رياض راح مكانه ولعب مكانه اهو، وهجمه مرتده اهلاويه، اعمل وانتو. يا هدف ارجنتيني، يا خساره يا وائل، كنت تجيب الجون ده، كنت يعني ده انت فعلا تشوف يعمل الهجمه المرتده كما انزلت حقيقه، يعني بيعملها حلوه نفس اللي عمله في الارجنتين. يا ولد ورايا وسفاره وتعالى يا روبرتو عملها ازاي هو خالد بيبو. يا ولد ويعدي من هيلجيرا سابق والله اهو. شوف بقى ده عنده كام سنه وده عنده كام سنه، وسيزار يضيع الجول. كنا عايزينك يا راجل كتير وراجل. دخلنا على الدقيقه 38 وما زال النادي الاهلي متقدم بهدف، و8 دقائق يا اولاد، يعني في ماتش تاريخي يبقى مكسب كبير. اوعى دي خطفها يا على الكوره اللي فاتت، اتخطفت ايه. ويلا سمير ويصفر جمال عشان النادي الاهلي انجاز تاريخي للكره المصريه، والاهلي ودي هدف اهو، وصل تاني لرجعها يا بختك يا صديقي، ويجيب هدف تاريخي في نادي الاهلي ويفوز على نادي ريال مدريد، نادي بطل اوروبا وصاحب الانجازات الكبيره واغنى نادي في العالم وبطل القرن الاوروبي و8 بطولات اوروبيه وكاس ودوري اسباني وبطوله كاس الاتحاد الاوروبي والكونتيننتال والسوبر، ويفوز نادي الاهلي وفوز كبير تاريخي لنادي الاهلي. والصواريخ هنا هو فعلا يستحق نادي الاهلي في استاد القاهره
هذا الفوز العظيم. سيداتي انساتي سادتي، محمد نصر الدين واستاذ يسري مرجو والوحده العشره وحماده امام يحييكم من استاد القاهره، والف مبروك للنادي الاهلي فوزه الغالي والكبير على نادي القرن الاوروبي ريال مدريد. سادتي انساتي شكرا، والى لقاء اخر وفوز اخر للكره المصريه باذن الله.